بعد تغيير التوقيت الصيفي تم تغيير مباراة النادي الأهلي مع مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. أهلا وسهلا بكل الأهلاوية حبايبي. ما تنساش في البداية تصلي على حبيبك النبي في كومنت. النادي الأهلي وبعد مباراة الذهاب اللي انتهت بالتعادل السلبي النهاردة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة مع موعد مع مباراة الإياب. هي مباراة مصيرية لكل جماهير النادي الأهلي والمارسيل كولر، هي مباراة الموسم. بعد عودة نجوم النادي الأهلي من الإصابة على غرار إمام عاشور تم استبعاد الشناوي وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، لكن دائما الأهلي بمن حضر. الموعد الجديد لمباراة النادي الأهلي بعد تغيير التوقيت الصيفي أصبح الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، بعد أن كان مقرر لها أن تقام الساعة 9، ولكن المباراة هتتلعب الساعة 10 بحضور أكتر من 30 ألف متفرج. المباراة اللي هتذاع على قنوات بي إن سبورتس الرياضية الناقل الحصري للبطولة. إن شاء الله الأهلي يفوز بيها ويتأهل للنهائي علشان يلاقي أحد الناديين، لا إما صن داونز لا إما الترجي في النهائي. إن شاء الله يكون نهائي عربي مصر تونسي، والفوز بالبطولة ليكون للنادي الأهلي. اكتب لنا في كومنت وقول لنا توقعك بنتيجة مباراة النادي الأهلي ونادي مازيمبي. إن شاء الله المباراة تكون بعيدة عن التوقعات أو بعيدة عن المفاجآت، والأهلي يفوز بيها إن شاء الله ويتأهل لنهائي أفريقيا للمرة الخامسة تواليا. رقم قياسي جديد مع موعد مع النادي الأهلي. دمتم بخير.